السلام الله عليكم يا قوم، وش حالكم؟ والله توضيح بسيط بالنسبة للقصيدة التي نشرناها أمس عن الشاعر السعودي اللي قلنا فيه أنها غلط على اليمن وغلط على منتخبنا. فزتوا علينا بالردى يا الرديين، الله ولا عدون حلوقنا الا يدينا، لكن بالاخلاق والطيب والدين ان كان فيكم خير فوزوا علينا. يقول شاعر ردي ما يعرف يقول بيتين، يخبص بيوت الشعر خبص العجينة، ناقص شهامة مرجلة ناقص الدين، عابر دروب الذلة حاني جبينه، فزنا لأن قوم ما نعرف اللين. والله جتني مجموعة من التعليقات، منهم دي قال ان الرجال قصدنا في قصيدته وقصد منتخبنا، ومنهم دي قال والله الرجال ما قصدنا ولا قصد منتخبنا والقصيدة قديمة وقبل المباراة ومن ذا المجبر. فوالله إن كان الرجال ما قصدنا فالمعذرة والسموحة، والقصيدة بشرح ذفها من القناة، وإن كان الرجال قصدنا فيها فالقصيدة موجهة له ولا راسه ولجميع أمثاله من ما كانوا. والذي بيقولوا ويسمه إني بنتكلم عن السعودية وعن الشعب السعودي وبنوصفهم ما مدري ويه، والله أنا ما بنتكلم إلا عن الرديين. والله لو كان الردي من قرباي ما كان الردي ردي، والشعب السعودي إخواننا ومنا وفينا، وإحنا وياهم شيء واحد وأخوتنا وجيراننا، وما بين إحنا وياهم إلا كل خير. فقال المثل من سوى جيده فهيله من سوى فساله في وجهه، وإحنا قوم من أتى بالخير حنا أهل الخير، من أتى بالشر لاقى ضد شره شر. وكما قال العفو عند المقدرة والاعتراف بالذنب فضيلة، وأنا إن كان غلط فأنا إذا قايل لكم أني بحذف القصيدة وأعتذر من الرجال، ولو أدري برقمها أعتذر منه شخصيا، وإن كان غلط فقد القصيدة هناك وقد بيراها ويعرف قيمته. وتحياتي لكم.